اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا ريتنا كلنا نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. النهارده هنعمله مشروب من مشروب الشتاء الحلو، هنعمله الحلبه المحوجه. طبعا النهارده هنعمله الحلبه المحوجه، وكل اللي هيشربها عندك هيحسبها مغيب. هسمي الله وهخش في الفيديو. اول حاجه معانا في المقادير دي الحلبه المحوجه، ومعايا سمنه ومعايا سكر ومعايا بقى حله على النار. حط بقى فيها السمنه بتاعتي. اول حاجه يعني في نجاح الحلبه بتاعتك وازاي تحوليها من حلبه لمغات، اهم حاجه الصراحه يا جماعه السمنه البلدي. ده اول حاجه معايا اللي انا هحول بيها الحلبه لمغات. اهم حاجه تبقى سمنه بلدي، زبده، عشان نوع السمنه بتفرق قوي. تاني حاجه واهم حاجه اللي هي الطريقه بتاعت الحلبه. في ناس بيعملوا الحلبه كده ممخطه زي السحله، بتبقى لونها اصفر كده فاتح. لا، الحلبه لازم تحمريها تبقى لونها حلو غامق. يعني يبقى اول حاجه السمنه البلدي، تاني حاجه واهم حاجه الطريقه. لما تعملي الحلبه تعمليها كده، تحمري الحلبه كده، ما تخليهاش يعني تبقى مخطه كده وتقيله زي السحله. لما تجيبي السمنه، لما تجيبي الحلبه يا جماعه تجيبي الحلبه نوعها حلو. يعني ايه؟ انا بجيبها الصراحه فايده، بجيب مثلا ربع كيلو وهي بيبقى فيها سمسم وكله، بس انا بحب ازود السمسم شويه. بجيب عليها كده ب5 جنيه سمسم وبلخبطه عليها. بتعمليها بقى في الشتاء تبقى حلوه قوي. معايا هي بقى الحلبه. اول ما السمنه بتسيح بنزل بالحلبه. اهم حاجه زي ما قلت لك الطريقه. طبعا انا ما عنديش سمنه بلدي حابه اعملها هتبقى حلوه برده، بس مش هتبقى زي ايه وهي معموله بالسمنه البلدي. بس اهم حاجه واهم حاجه الطريقه. بصي انا هحمر الحلبه كده في السمنه، وما تخافيش يعني لما تلاقيها غمقت ما تقوليش دي اتحرقت مثلا مني او كده، لا. بس برضو خلي بالك ان انتي تحرقيها، يعني احنا عايزين لون غامق بس ما نحرقهاش. هفضل كده بقى اقلب فيها كده لما تديني هي كده. لسه كل ده لسه الحلبه عندي صفرة، انا عايزاها لونها بني كده، البني الغامق. عشان لو عملتيها دلوقتي هتلاقيها مخطه كده وتقيله. عمر ما الحلبه تبقى طعمها تبقى يعني مخطه ولا تقيله، تبقى طعمها حلو قوي ما تحمريها. انت ما تيجي تشربي المغات بتلاقيه غامق ولونه حلو. وبرده الحلبه لازم تغلي يا جماعه كذا غلوه، تبقى خفيفه. مش اول في ناس بيحطوا الميه تلاقيها كده ختمت وبقت تقيله، لا مش هتبقى حلوه. الحلبه لازم تغلي زي المغات بالظبط. انا هوريكي بقى الطريقه كده. معلش انا بس حابه اقول لكم اللي انا طولت عليكم، انا حابه اقول لكم كل يعني حاجه اللي انت تنجح لك الحلبه. انا والله في ناس شربوها عندي وبيحسبوها مغات مش حلبه. يعني انت لو عملتيها بالطريقه دي يبقى طعمها زي المغات. الحلبه بس تحمر بقى كده. بصوا يا جماعه هي برده اللون ده انا لسه مش عايزاه، انا عايزاه اغمق. ما تخافيش، ما تقوليش ليه هتبقى محروقه ولا حاجه، بس اهم حاجه تبقى ايدك فيها تقلبي فيها كده عشان ما تتحرقش منك. لونها هيبقى بني، خلي بالك برضو، ولا تغمقيها قوي. يعني انت ايه تخليها اللون البني الغامق انا هوريهولك، وايدك فيها عشان ما تتحرقش. خلاص كده يا حبايبي، هو ده اللون اللي انا عايزاه، اللون البني الغامق. خلي بالك عشان ما تتحرقش. احنا قلنا اتفقنا اهم حاجه في نجاح الحلبة عشان يبقى طعمها زي المغات اللي احنا هنحمروها كويس. هنزل بقى بالميه كده. بصوا حبايبي لما حطيت الميه، بصوا خفيفة اهي مش تقيلة. يعني في ناس اول ما يحطوا المية تلاقيها تقلت معاهم كده زي السحلة، لا انا عايزاها تغلي كده وتبقى حلوة. والحلبة يعني ايه تستوى معايا كده على النار، تبقى خفيفة وتتقل. مش عايزاه اول ما احطها تبقى لونها فاتح. لو محمرتهاش كويس عمرك ما يعني مش هتلاقي القوام بتاعها كده. لو محمرتيش الحلبة بتاعتك كويس اول ما تحطي المية هتلاقيها عامل زي السحلة. بصوا بقى كده اهو قوامها كده خفيف. انا هخليها تغلي بقى لما تبقى القوام اللي انا عايزاه. هنزل بقى بالسكر، طبعا التحليه دي حسب الرغبه. يعني احنا حطينا 3 معالق حلبة من بتوع الاكل، حطينا عليهم ما يعادل كده 3
كوبايات من المية، يعني المج بتاع الشاي ده يعني تقريبا. وانتي برضو وانتي بتحطي شوفي بايه بنفسك، لو لقيتيها تخينه يعني او ما تحطيش الميه زوديها برضو ميه، بس ما تزوديهاش ميه قوي عشان برضو ما تطلعش خفيفه. يعني انا قلت لك حطيت 3 معالق حلبة، حطيت عليهم 3 كده مجات ميه. هخليهم بقى، والسكر طبعا حسب الرغبه. هخليها بقى كده تغلي غلوتين. بصوا حبايبي بقى، هي غلت كده كذا غلوه، هو ده القوام اللي انا عايزاه، ولا تقيله ولا خفيفه اهي. هصبها بقى معاكم كده. بصوا بقى، بصوا بقى اللون ده، بصوا لونها حلو ازاي كده. دلوقتي بقى هحط لها كده جوز الهند وزبيب على الوش للتزيين يعني. بصوا بقى حبايبي، بيبقى شكلها كده. اشربيها بقى وقدميها، وكل اللي هيشربها هيقولك دي مهات مش حلوه، بيبقى طعمها حلو قوي. بس اعمليها بقى بالطريقه ديت، واختاري حد بيبيع يعني حلبه كويسه، يعني عطار عندك بيبيع نوع حلبه كويس بيبقى طعمها كده. فانا كده النهارده خلصت فيديو النهارده. لو عجبك الفيديو ما تنسينيش باللايك، لو انت جديده تنوريني وتشتركي في القناه وتدوسي على كلمه الكل عشان كل ما انزل فيديو تشوفيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.